السياسية المصرية؟ قلت له لا، الذي يعلن الإخوان دعمهم له ستكون عنده فرص أكبر من غيره، فرص كبيرة في المجتمع المصري، لكن لن يكون قرار دعم الإخوان بمرشح هو كلمة الفصل، لأنه في قوى كثيرة في المجتمع وفي أصوات حرة ليست تابعة لأي تنظيم، وصندوق انتخابات الرئاسة مختلف عن صندوق انتخابات البرلمان. هناك الناس يبحثون عن مواصفات معينة، في الرئاسة يبحثون عن مواصفات أخرى، والقرار هيكون للصندوق مهما كانت الجهات الداعمة. دكتور سليم، يعني يقال الآن أن ما يحدث في مصر بعد اكتساح الإخوان للانتخابات البرلمانية وربما أيضا المحليات أننا استبدلنا الحزب الوطني بالإخوان، هل رأيك هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن الحزب الوطني كان مفروضا على الناس، لم تكن تجري انتخابات، كانت معظم الدوائر مغلقة لأشخاص معينين مهما كان القدر من التأييد اللي موجود لآخرين من غير الحزبيين. والإخوان المسلمين جاءوا بانتخابات حرة نزيهة لم يطعن في نزاهتها في أي دائرة أي مواطن، ففي فرق كبير قوي بين أن أنا أجيب أغلبية منتخبة وبين أن أجيب أغلبية مفروضة. الأمر الثاني أن البرلمان على غير ما يقال لم يكتسحوا الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمين لهم 232 مقعد، حزب النور له 198 مقعد، ثم هناك مجموعة أحزاب لها الثلث الباقي، دول ثلثين البرلمان، الثلث الباقي موزع على أحزاب مختلفة من المصريون الأحرار والتجمع والوفد والوسط وما إلى ذلك. فالمقولة الكبيرة السارية دوليا إنه الإخوان سيطروا على البرلمان مقولة محتاجة لتحليل سيثبت أنها غير صحيحة. طيب دكتور سليم، يعني أيضا يعني من الواضح أن المحليات ستكون للإخوان، يعني وبالتالي هذا يعد ربما فصل لباقي القوى السياسية، يعني هم إذا توصلوا ل 50% إذن يتحكموا في كل شيء في البلد. إذا كانت الانتخابات نزيهة فلتأتي بمن تأتي به، ليس لدينا أي اعتراض على أي مصري ما دام مصري وما دام بيعمل لصالح الوطن من وجهة نظر. هذا معنى الديمقراطية، من جاءت به الصناديق الحرة أهلا وسهلا به ومرحبا. طبعا حضرتك بتقول بواضح أن الانتخابات المحليات هتكون للإخوان، أنا لا أدري من أين أتيت أخ مجدي بهذا الوضوح، لسه الانتخابات المحليات ما بدأتش والمرشحين ما نزلوش، والناس في المحليات أيضا بينظروا إلى نوعية ثالثة غير اللي بينظروا إليها في البرلمان وفي الرئاسة. فالمحليات لا يعرف لمن ستحسم، إذا حسمت لهؤلاء الناس فهذا اختيار الشعب، ونجربهم، نفعوا الناس هيجيبوهم تاني، أخفقوا الناس مش هيجيبوهم، ودي الديمقراطية. طب دكتور سليم، يعني للمرة الأولى ربما في تاريخ مصر الحديث تهجير أسر قبطية من منازلهم، كيف ترى هذا الموضوع؟ أنا نظرت إلى هذا الموضوع أول الأمر ولا زلت أعتقد داخليا أن تهجير الناس قسرا جريمة، لا يجوز التهجير القسري لا لمسلم ولا لمسيحي ولا ليهودي في مصر. وده بتعمله السلطات الاستعمارية في إسرائيل، وكانت بتعمله زمان في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري. أما الواقعة التي فيها بالمطامير، في المطامير في اسكندرية، فلا في العمرية أظن، في العمرية في اسكندرية، فالناس قالوا عضو البرلمان، طبعا أنا لا أعرف حقيقة الواقع، أنا كنت هنا في أوروبا، لكن عضو البرلمان المنتخب عن هذه الدائرة قال إنه الخبر مش دقيق، إنه هجروا أسرتان فقط، أسرة مسيحية وأسرة مسلمة اللي هم حصل بينهم الإشكال، وإنه ده عرف قائم في هذه المنطقة من مصر، إنه العائلة اللي تعمل مشكلة يمشوها لأن هم قرية مسالمة آمنة لم تحدث فيها مشاكل أبدا، فتخلصا من المشاكل بيعملوا كده. إذا كان هذا صحيحا فهذا اتفاق أهل القرية وعرفهم، وينبغي أن يراجع في ضوء القانون، لأنه حتى هذا العرف لا يجوز أن يغلب القانون الذي يمنع تهجير الناس قسرا من منازلهم. فأنا ضد التهجير القسري لمسلم وضد التهجير القسري لمسيحي. إذا كنت ضد التهجير القسري خارج البلاد فكيف أقبل التهجير القسري داخل البلاد؟ هذا كله لا يجوز. وإذا كان العرف كذلك فالعرف لا يعلو على القانون، يجب أن يسود القانون لا الأعراف، والمجرم يروح المحكمة. أنا أي شخص أجرم يروح المحكمة، ده الحل يعني. موقفك إن وصلت للرئاسة من اتفاقية كامب ديفيد؟ اتفاقية كامب ديفيد عقد، وإحنا مأمورين في ديننا أن نفي بالعقود، ومأمورين إن احنا نستمر في الوفاء بها، كما قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طول ما هم موفين بشروط الاتفاقية احنا موفين، إذا خالفوا شروط الاتفاقية عندنا التفاوض، عندنا المجتمع الدولي، عندنا القوى المحلية والإقليمية، عندنا آلاف الوسائل، ومصر ليست ضعيفة ولا عاجزة ولا غير قادرة على أن تحصل على حقوقها بجميع الوسائل الدولية والقانونية. وأقرب مثال عشان ما حدش يكون نسي،
طابة. خضنا صراعا هائلا في طابة جند له كبار رجال القانون والتاريخ والجغرافيا المصريين، وانتهى الأمر بالحكم التاريخي بأن طابة كاملة ليس فيها سنتيمتر واحد يخص أحدا غير المصريين. ووثائقنا ترجع إلى الفتح الإسلامي لمصر، وثائق أشجار الدوم اللي هي كانت تحدد الحدود المصرية قبل ما يجوا المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ويدخلوا مصر كجيش فاتح. فنحن لدينا حق ثابت ثبوت التاريخ نفسه، ولا نحتاج إلى مجادلة بحوله. ومواردنا الطبيعية اللي بتتباع كذلك عقود، سننظر في هذه العقود إن كان فيها إجحاف سنسعى لتعديلها، إن لم يكن فيها إجحاف المستقيم على عقده نحن مستقيمون له، ما عندناش مشكلة. إذا دكتور سليم يعني أنت حتى لو كان الأمر مع إسرائيل تبحث عن الدبلوماسية إلى ما لا نهاية. أنا أبحث عن سلم العالم كله، في مصر، في أمريكا، في إسرائيل، في جنوب أفريقيا، في كل أطراف الكرة الأرضية الأربعة. أنا رجل سلام، ولا أخرج عن المطالبة بالسلام والالتزام به إلا إذا حصل كما قال القرآن الكريم: فإن قاتلوكم فقاتلوهم. اللي يبدأنا بالعدوان لن نسكت له ولو كان الجن الأزرق. أما الذي يعاملنا بالسلام نحن رجال سلام وأهل السلام وشعب السلام، لكن اللي يعتدي علينا مش هنسكت لحد. فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية يعني أثير حواليها جدل فظيع هذه الأيام في مصر، يعني هل أنت مع وقف هذه المعونة أم مع المفاوضات لعودة المعونة؟ أنا أتمنى أن يستغني كل شعب بمكنته الذاتية وقدراته عن المعونة التي تأتيه من الخارج. بس عايز أقول أن المعونة الأمريكية لمصر ليست معونة لفقير ولا لمحتاج، دي معونة في إطار تبادل المصالح الدولية بين دولتين كبيرتين، واحدة لها قوة وثقل إقليمي لا يمكن التهاون فيه ولا التنازل عنه، وواحدة لها ثقل دولي لا يمكن التهاون فيه ولا التنازل عنه. بس مش لأنها ذات ثقل دولي سنخضع لمطالبها وشروطها، بيننا اتفاقات تحترمها أمريكا، ناخذ المعونة أهلا وسهلا، تقرر أمريكا أنها تخل بها، هذا شأن أمريكي، ونحن قادرون على الاستغناء عن المعونة. ما فيش حاجة تكسر إيدنا، يعني ما فيش حاجة تكسر إيدنا. كان الأخ مبارك بيقول تلوي دراعنا، لا، أنا بقول تكسر إيدنا، لأن إملاء الشروط على الشعوب كسر للأيدي، أنا لا أقبل. ولكن ألا تخشى إن ساءت العلاقات ما بين مصر وأمريكا تسوء بالمقابل بين مصر أيضا والدول الأوروبية، فهم مجموعة واحدة، وبالتالي ربما نخسر حتى التكنولوجيا التسلح التي نحن بحاجة إليها من أجل الإبقاء على التوازنات الإقليمية؟ منع المعونة من جانب الأمريكيين ليس معناه سوء العلاقات. منع المعونة معناه عدوان على الاتفاق الدولي اللي بيربطنا بأمريكا من جانب أمريكا، هي اللي تعتدي مش احنا، وهذا لا يؤدي إلى سوء العلاقات. هنظل نطالب بحقوقنا وحصلنا عليها، حصلنا ما حصلناش، الاتفاقيات الدولية كلها عقود تعدل هذه العقود. إنما إذا كانت أوروبا ستسير في الركب الأمريكي، وما تقوله أمريكا ستفعله أوروبا، وما يغضب أمريكا سيغضب أوروبا، وما يسعد أمريكا سيسعد أوروبا، يبقى بنتعامل مع عالم واحد بس، مش بنتعامل مع دول، مش بنتعامل مع كيانات سياسية، بنتعامل مع مجموعة ذات عقيدة بتحاول تفرض عقيدتها السياسية دي على العالم كله. وعندئذ يجب علينا أن نعيد النظر في أنفسنا من الداخل، من أعمق الأعماق. أما أن نخضع لكل واحد يخوفنا، كل واحد يقول مش هديكوا تكنولوجيا، كل واحد يقول مش هديكوا سلاح، كل واحد يقول مش هديكوا قمح، ما نبقاش شعب، نبقى نمل أو صراصير أو فئران، ونحن لن نقبل أن نكون نملا ولا صراصيرا ولا فئرانا. أنا عارف محطتك مش هتذيع الكلام ده، بس